السلام عليكم. اليوم راح نشارك معكم صابلي سنيكرز. واش نقول لك غير خبي لي يخلص لك قبل العيد. شوفي هذيك البنه وهذيك لاباط تاع الصابلي هشيشه. شتو كي تشرو الشوكولا سنيكرز فيها هذيك الطبقه الهشه هذيك اللي تدوب في الفم اون ميم طون هشيشه. هذيك هي الصابلي راح نديره لكم اليوم. يلا تبعوا معايا الوصفه ونبداو بسم الله على بركه الله. وصلت تسلم على نبينا محمد رسول الله. عندنا 250 غرام تاع مارغرين. راح تضيفي معاها نص كاس تاع عسل. هذا المكون يعطيها كيما حنا نقولوا طراوه وهشاشه. راح نزيدوا معاها 4 كاس تاع زيت. زوج حبيبات تاع بيض. شوفوا الشيلات ما تنسوناش بجام وكومونتير هكذا باش تطلع القناه تاعنا وتبارطاجوها مع حبابكم وتشتركوا اللي مازال ما اشتركت. زوج حبيبات تاع بيض كاملين كما راكم تشوفوا. احيانا نخلطوهم كامل بيدينا بلا ما نسحقوا كيما حنا نقولوا الباتور ولا الميكسور، عفوا الباتور ولا البيتران ولا اللي تبغي دير بالباتور دير. انا غير بيديا وخلطي وصاي. مهم نخلط كامل المقادير كيما راكم تشوفوا معايا. راح نضيف معاهم الشيرات اللي يعطيها هشاشه هذيك اللي تصيبوها في الكاطو تاع برا ولا في الشوكولا هذيك تاع برا. هو هذا البسكوي مرحي. انا خدمت بهذا ماكاو. من الافضل تخدموا بسكوي اللي يكون اللون تاعه بني. تزيدوا معاهم زوج مغارف كبار تاع الكاكاو. وكي تبداو تخلطوا هذيك النسمه اللي تطلع لكم تاع الكاكاو شنو نقول لكم تحفه. شو البسكوي فيه الكاكاو والكاكاو تاعنا يكون ريحته شابه. ديما كي تشرو كاكاو شموه. اللي تشوفوا فيه ريحه تاع كاكاو قويه هي اللي تشروه. سي بون خاطش في البني وراه فيه انواع. دروك شيرات نزيدوا مباشره الفارينه وكيس كامل تاع خميره الحلوى. ما تخافوش ما غاديش يتخسر لكم الشكل اللي راح نعطيكم حتى كيفاش تحافظوا على الشكل ديالكم. شتو انا جاتني حبه على حبه ما شاء الله. ونقعد نضيف هذيك الفارينه الله الله حتى وين تلم كامل العجينه ديالي كيما راكم تشوفوا. صاي. هنا شوفوا العجينه كي تلموها. مهم كي تشكلوا كريه باليد الثانيه ولا راح تتشكل معكم فاسيلمون ما تلصقش. هنايا في هذه اللحظة دايما الكاطو كي تخدموه الصابلي غطوه. هذه النقطة الأولى باش ما ينشف لكمش. ادو كمية قليلة ديروا زوج أكياس بين زوج أكياس ولا فتحوا بين بابي كويسون وورق. أنا هذه هي الورقة تاع الديوش هذيك اللي تجي فيها هذيك هي اللي نحل بها. ولا ديروا زوج بين زوج أوراق تاع بابي كويسون. وهنايا المول شريته هذا 5000 مستطيل. نتيا شوفي كي تبغي الشكل يعني سنيكرز كيما نعرفوها تجي مستطيلة الشكل. اذا شريته مستطيل كي تحكمي الحبه تاعك باش تخرج لك على حبه وكيما حنا نقولوا حبه كي تحطيها فوق حبه تجي نيشان. كي تحطي المول تاعك حطي ونحي يدك. ماشي تقعدي تروحي وتولي لا حطي ونحي. وبالنسبه للسمك شوفوا شعال. راكم تشوفوا راني كلشي نعطيه لكم حطي ونحي. وهنايا الحبه كي تلصق لك ديري غير هكا بيدك تهود. مهم ما تقعدوش رايحين وجايين بالمول. سي لوجيك الحبات ما غاديش يخرجوا لك نفسهم. شتيني انا راني ندرك ونحي المول. الا تنحت معايا الحبه نحيها بيدي ولا ما تنحتش معايا نرفدها من بعد كينا فاسيلمون. وهم لك الحبيبه تشوفوا ما شاء الله. راح ندخلهم نشعل عليهم 180 درجه من تحت ونخليهم كي ديروا هكا صابلي شوكولا. قعدوا تعسوا فيهم كي تشوفوهم دخداو لكم هذا التحميره. سي بون راهم واجدين. هنايا الحبيبه تاعي شوفوا ما شاء الله التحميره اللي داوها لي تحفه ما شاء الله. دروك غادي نبدا نلصق حبه مع حبه. انا هنا اللي لصقتهم الشيرات بالشوكولاته طلي عفوا. نتيا شوفي الذوق اللي عندك اللي تسحقيه ولا اللي تبغيه ولا انا خدمت باوبتيلا. قلت لكم حتى الشوكولا وكل شيء راح نمدوه لكم باش كيما حنا نقولوا ما تغيب لكم في حتى حيه. صاي. هيا دروك نلصق حبه مع حبه كيما راكم تشوفوا هكذايا بهذا الشكل. ونكمل يعني الحبيبات اللي بقاو لي الاخرين راني ملصقتهم صاهي. باش نبداو تمتم. شوفوا هاد الحلوى اللي تعجبك فيها تقدري ديريهم توجديهم قبل الفطور ومن الفطور تبداي تزيني بالكراميل دوبي شوكولا وتكملي معاه. هذه الحاجه الشابه اللي فيها. دروك في هنايا في الكراميل شوفوا ما شاء الله درت هكذايا الشكل هذايا. شوفوا تحفه تحفه تحفه. يعني كراميل كترو شويه باش كي تاكلوا تحسوا هذيك البنه تاع الكراميل. تبغي ديري بالمغرف ديري بصح بلا بوش خير من تقعدي تلصقي كاع. انا الكراميل خدمت بهاديه توبي. ما تسيلش الشيرات. كاين كراميل اللي ديريها تسيل هذه ما تسيلش. صاي. وبالنسبه للشوكولا كيما قلت لكم اللي لصقت بها اوبتيلا.
هنا كيما راكم تشوفوا، ها شوفوا ما شاء الله تحفة. نكمل كامل الحبيبات كيما راكم تشوفوا معايا باش نكملوا نزينوهم مع بعض. هنايا شيد 25 ميل، راني قلت لكم نعطيكم كلشي بالديتاي. شيد 25 ميل تاع قرقاع صاي ولا جوز كيما يقولوا. وهنايا حبات ما قعدتش ندير حبات كومبلي، قعدت نفتتهم باش كي تاكلوهم الحبات كيما حنا نقولوا ما يديرونجيكش. كي ديري حبه كومبلي ديرونجيك صاي. و25 ميل راح تكفيك ان شاء الله. هيا دروك الشيرات هنا قعدت نكمل نحط في هذاك الجوز فوق هذاك الكراميل، ومباشره راح ذوبت الشوكولا تاعي في حمام مائي. درت كاسرونه من تحت وكاسرونه كبيره كما حنا نقولوا من تحت، وهاد الكاسرونه اللي ما عندهاش بول هكا غايه دير كاسرونه صغيره وكاسرونه كبيره. وهنا ذوبت الشوكولا، خدمت بماكسون هذيك اللي خرجت جديده، فيجي كاو ماكسون تاع 500 غرام نواغ سوداء. ذوبتها وزدت عليها واحد 3 مغارف كبار تاع زيت. وكي تطلي الحبه تاعك تضربيها هكاك باش ما ترفدلكش بزاف تاع شوكولا بهذه الطريقه حتى تكملي كامل الحبيبات. ما تجي تكملي الحبه الاخرى تصيبي الحبه الاولى نشفت لك تم تنشف، زعما حاجه مليحه فيها كيما حنا نقولوا مام رانا في الشتاء والبرد. باش ما يصير لكمش الكراميل شيرات، خلوا هذيك الشوكولا كي تنحوها من الحمام مائي خلوها شويه تدفى، ما ديروهاش وهي سخونه، خاطر كان ديروها هي سخونه سي لوجيك غادي يصير لكم الكراميل. وهاوليك النهائي تاع السنيكرز ديالنا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا تحفه لا في الشكل ولا في البدنه ما شاء الله. جربوا الوصفه اكيد راكم رايحين تولوا مدمنين عليها، وكل عيد ان شاء الله ديروها. ونقول لكم البنات يلا نقطعوا حبيبه مع بعض هكا باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير من الداخل. هكا كل وحده تشوف هذيك الكراميل قعدت لي على حالها ما دابت لي ما والو. المهم تبعي النصائح اكيد راح توفقي وتنجحي فيه. ونقول لكم البنات هذا هو الفيديو تاعنا، ما تنساوناش بجيم كومونتير اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. شاركوا القناه والوصفه مع احبابكم. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى. اي وصفه باغيينها كتبوا لي في التعليقات. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى. سلام.